بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهاردة ان شاء الله البيتي فور. وطبعا اكيد كلكم خلصتوا، بس انا متأخرة شوية، معلش. بس يعني لو خلصتي ممكن تشوفيه وتحتفظي بيه، لانه طريقته جميلة جدا وسهلة جدا، معتمداها من سنين طويلة قوي ومن زمان قوي برضو على الفيسبوك، على الجروب بتاعي. كل البنات كانوا بيعملوا الطريقة دي، اللي هي بسميها 4-3-2-1. 4 كوبايات دقيق اللي أنا بعايرهم دلوقتي، كوباية معيارية، أو لو ما عندكيش كوباية معيارية، مج الشاي الإزاز اللي بنشرب فيه الشاي السادة. 4. الطريقة دي بيبقى البيتيفور ناعم وهش جدا وفي منتهى الجمال، بيتعمل بصفار البيض. وطبعا البياض مش هرميه، هعمل بيه مقدار تاني، لان البيتيفور ممكن يتعمل بالبيضة كاملة وبصفار البيض او ببياض البيض. فانا هنا هستخدم 4 كوبايات دقيق، 3 صفار بيض، 2 زبدة، 1 سكر بودرة. فهي الطريقة 4-3-2-1، او 1-2-3-4 زي ما تحب تسميها. انا حطيت هنا كوباية السكر البودرة في البولة، وبحط كوبايتين الزبدة. هنا بيكونوا لا هم متجمدين قوي ولا هم دراي قوي، يعني زي ما انتوا شايفين القوام بتاعهم كده. هحطهم وابتدي بقى اضربهم بالمضرب الكهرباء. ممكن بالمضرب السلك، ممكن بايدك زي ما كنا بنعمل زمان، يعني في بيت اهلي كنا بنضرب السكر بالزبدة بايدينا لغاية ما ناخد القوام الكريمي واللون الفاتح. يعني الزبدة لونها اصفر، لكن طبعا لازم نفضل نضرب فيها لغاية ما يبقى لونها ابيض كده، ولسه هضرب كمان. لما بنخفقها بالمضرب الكهرباء او المضرب السلك او بايدينا، لازم نلاقيها الزبدة كده بتبتدي تهيش، تبقى فلافي، يعني تبقى هايشة كده وخفيفة. طبعا لان الضرب الخفق ده بالمضرب بيدخل فيها كمية كبيرة من الهواء. فشايفين بتبتدي حجمها يزيد ولونها كل مادة بيفتح. انا هنا طبعا لسه ما حطيتش صفار البيض، بفضل اخفق لغاية ما احس ان هي بقت لونها فاتح قوي. ودي اللي بنسميها كريمة الزبدة. دي بنحشي بيها التورت، او بنحط لها اضافات شوكولاتة او صوص فراولة او صوص توت او مانجا، قطع مانجا، يعني بنعملها اضافات عشان نحشي بيها التورت، او بنجلس بيها التورت اللي هي بنعملها تورت بعجينة السكر. بعد ما بخلص خلط طبعا كل شوية ببتدي اجمع اللي على الحواف علشان اضمن ان كل الزبدة والسكر اتخفقوا كويس. هبتدي بقى اضيف صفار البيض، اضيف بقى واحدة واحدة. لما تختفي صفار بيضة احط الصفار التاني لغاية ما يخلصوا ال3 صفار بيض. وبعدين احط طبعا فانيليا، سواء فانيليا بودرة او فانيليا سائلة. كده انا خلاص مهمة الخفاء او المضرب الكهرباء خلصت. ابتدي بقى بالسباتيولا احط الدقيق بالتدريج واقلب. نقلب كده كأننا بنقلب كيكة اسفنجية، بناخد من فوق كده لتحت. طبعا ما بنعجنش، احنا بنقلب عشان الدقيق يدخل جوه الزبدة او الكريمة بتاعتنا دي. اول ما كمية الدقيق تخلص وكل الدقيق يختفي، خلاص بوقف الخلط. ولازم احصل على عجينة تبقى طرية، لكن في نفس الوقت ما بتلزقش في الايد، يعني احط ايدي عليها ما بيطلعش حاجة في ايدي، وفي نفس الوقت طرية وهشة وخفيفة.
ابتدي بقى اشكلها سواء بال البايبنج باج او بالمكنه او حتى بالقمع. انا هوريكم دلوقتي بشكل بالقمع نفسه بدون اي كيس. يعني لو ما عندكيش اكياس الحلواني دي بشكل بالقمع. اي قماع بقى عندك، او ممكن لما ما يكونش عندك تشتري من محل اللي هو بيبيع حاجة الحلويات وتقولي له عايزة قمع للبيتي فور. بيبقى فيه اشكال كتيرة الحقيقة. ابتدي بقى احط واحد من الاقماع دي جوه الكيس واحط فيها كمية من العجينة. بس طبعا ما اقطعش الكيس دلوقتي غير لما احط العجينة. شايفين العجينة هشة وخفيفة ازاي؟ ببتدي بقى اجمع العجينة كويس في الكيس، واقص بقى هنا عشان اخرج اي هوا زيادة. بس ابقى حريصة ان العجينة ما تنزلش من القمع غير لما ابتدي اشتغل. بكون محضرة السجان ومولعة مشغلة الفرن على 170 وحاطة الشبكة تحت الشواية على طول. بس طبعا مش هشغل الشواية لان انا ما بشغلش الشواية في التسوية خالص، لاني برفع الصاج اللي بشتغل فيه او اللي حاطة فيه العجينة لفوق، فبيستوي من جوه ومن تحت ومن فوق بنفس الشيء. فمش بضطر افتح الشواية. ابتدي بقى هنا احط اعمل الوردات. شكلي بقى بالطريقة اللي انتي عاوزاها. ممكن بنفس القمع ده نعمل صوابع، ممكن يعني التشكيل بقى زي ما انتي عايزة. والصاج اللي يخلص بقى على طول بنحطه في الفرن. طبعا ده اللي هنخليه يرتاح ولا هنخليه يختمر ولا اي حاجة. عقبال ما بشكل الصاج اللي بعده بيكون ده خلص، وهكذا لغاية ما تخلص الكمية كلها. الوردات شكلها جميل. انا هنا شوف بشكل بدون كيس، يعني العجينة نفسها بحطها جوه القمع وبزقها بصباعي كده بتديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده. في الصاج في الفرن الحقيقة يعني بياخد بالكتير قوي 10 دقايق. بس طبعا تبقي جنبه، اذا البوتاجاز بتاعك في تايمر ظبطيه على 8 دقايق وشوفي. دي ما بتاخدش وقت الحقيقة في الفرن. بشكل برضو هنا برضو بالمكنة. اعملي بقى شكلي بالطريقة اللي انت عاوزاها. انا وريتكم 3 طرق للتشكيل، الطريقة اللي تريحك تشكلي بيها. هنا انا كنت حاطة جزء من العجينة ابيض وجزء بني. التزيين بقى زي ما انت عايزة. انا هنا عندي شوكولاتة لونها اورنج وشوكولاتة لونها ازرق فاتح والشوكولاتة المعتادة البني بتاعتنا. انا الحقيقة هنا معلش بقى ما بحبش الزق البيتي فور، لانه التلزيق بالمربى او باي حاجة بيخلي البيتي فور يطرى بعد شوية مهما كنتي حطاه في علبة محكمة. المربى نفسها بتطري البيتي فور. فانا بحب البيتي فورة تبقى صغننة كده، احط عليها شوكولاتة واحط عليها التزيين البسيط ده وخلاص تبقى صغيرة كده. هو الواحد يكتفي بواحدة عشان لو بتقدمي للضيوف تبقى يدوق من كل حاجة.
يا رب الفيديو يكون عجبكم، واتمنى اذا عجبكم واللي لسه مشتركتش تشترك، وما تنسنوش في اللايك. كل سنة وانتم طيبين.